التي عمل المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية على تسطيرها والحرص على إنجازها، ومن ذلكم تنظيم ملتقى علمي هو عبارة عن ندوة علمية استدعى لها المجلس العلمي المحلي طاقات علمية من خارج الإقليم وداخل الإقليم كذلك. هذا بالإضافة إلى أمسيات دينية ليس فقط هذه الأمسية، وإنما هناك أمسيات دينية في المديح وفي السماع وقراءة القرآن الكريم والمسابقات السيرة النبوية. بل إن المجلس العلمي المحلي انفتح أيضا على فعاليات أخرى من المجتمع المدني، على المؤسسات، على الجمعيات، وساعدها المجلس العلمي المحلي ونسق معها للإبقاء على هذه الصيغ من صيغ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على امتداد النفوذ الترابي لإقليم تنغير. إثر ذلك تطرقت العروض إلى مفهوم الأمن والسلام انطلاقا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وقف العلماء على النهج النبوي كنموذج مثالي في ترسيخ السلم والمحبة والأمن، سواء في محيطه الاجتماعي أو في علاقته بمجتمعه القبلي. العنوان الذي شاركت فيه في هذا الملتقى عنوانه مظاهر الأمن والسلام في تصرفات خير الأنام. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أمن وكلها سلام، فيجب على الأمة الإسلامية، يجب على الناس كلهم، كل من آمن بالله وبرسوله يجب عليهم أن يدرسوا السيرة النبوية ليعرفوا الأهداف التي جاءت بها هذه الرسالة، الأهداف التي يجب عليهم أن يحققوها في هذه الرسالة، أن يشخصوها. يجب عليهم أن يفحصوا التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية، تصرفاته كلها مع نسائه، مع مجتمعه، مع الحكام الذين بعث إليهم الرسالات، كلها رسائل يجب عليهم أن يفحصوها ويفهموا مغزاها ليحققوا الأمن. فالإسلام لا يعرف الإرهاب، الإسلام لا يعرف الإرهاب، لا يعترف به، فهو ينفيه ويشجبه. لذلك يجب على المسلمين كلهم أن يكونوا مصدرا للخير في هذا المجتمع. ويشهد التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في وقت الحروب والغزوات والفتوحات الإسلامية كانت له توجيهات لجيوش المسلمين بخصوص حسن التعامل مع الأطفال والنساء والمسنين وحتى مع غير المسلمين. من هنا فقد اخترت بأن أشارك في هذا اللقاء حول المظاهر الأمنية في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وتحدثت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعلى للسلم وللأمن منذ أن خلق الله الإنسانية إلى أن تقوم الساعة. فقد كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بردا وسلاما على الإنسانية جمعاء، وتتجلى مظاهر الأمن والسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأعمال التي شارك بها. فقد شارك في العصر الجاهلي في حلف الفضول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى مثل هذه الحلف لاستجاب للدعوة. كما نجد كذلك أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع الذي نشب بين القبائل العربية كان مضرب المثل لإيثاره عليه الصلاة والسلام للأمن والسلام. لقد تأسس المجتمع الإسلامي منذ فجر الإسلام على ثقافة السلم والسلام وضمان الأمن الاجتماعي، ثقافة رسختها مجموعة من الوثائق والمعاهدات التي أبرمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم الصحابة والتابعين، خاصة إبان الغزوات، وذلك لتجنب إراقة الدماء.
مظاهر الصحة فيها. ثم حاولت أن أبرز أن هذه الوثائق قد صنفتها إلى وثائق موجهة إلى أشخاص، ثم هناك وثائق موجهة إلى رؤساء الدول آنذاك ساعة إيدين، ثم هناك وثائق موجهة إلى أهل الكتاب. وكل هذه الوثائق يجمعها أنها تتضمن لغة السلام ومضمون السلام وقواسم المشترك الأمن. وبالتالي ينبغي الأمة الإسلامية فعلا إذا أرادت أن تحتفي بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تأخذ منه هذه القيمة، قيمة الأمن والسلام، وتنشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، ثم لتعم بهذه القيمة العالمية جمعاء. ثقافة الاعتراف والتحفيز كانت حاضرة خلال الملتقى، حيث تم تكريم مجموعة من الأطفال والشباب والنساء ممن من الله عليهم بإتمام حفظ القرآن الكريم وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلاقا من الألفية النووية. شاركت الحمد لله في هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية، وأنا فرحانة بزاف بالإجازة الأولى، وفرحانه بزاف لاني تكرمت بالجائزه الاولى في السيره النبويه. وكنشكر بزاف المجلس العلمي على الانشطه اللي كيدير وعلى الملتقيات اللي كيدير والتشجيعات ديالو سواء لجميع الفئات، وخاصه كنشكرو لانه كيشجع المراه باش تلتجئ للكتاب والمجالس اللي يحفظ القران وتجويد القران، وانا فرحانه بزاف. لم تتخلف المرأة بمدينة تنغير هي الأخرى عن المناسبة للاحتفال بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أشرفت خلية المرأة وقضايا شؤون الأسرة على تنظيم أمسية دينية استمع من خلالها الجميع إلى كلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي تمحورت حول بعض النساء اللائي خلدن أسماءهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إثر ذلك اجتمعت النسوة على قراءة القرآن الكريم وسرد السيرة النبوية العطرة من خلال الأمداح النبوية والاستمتاع ببعض الخواطر في حق البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تشرف خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة على أمسية دينية للنساء، وهذه الأمسية التي ينتظرها النساء كل عام ويحضرنها من جميع يعني الدواوين المجاورة للتنغير. وهذه الأمسية يعني تتضمن مجموعة من الفقرات فيها خواطر في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة قرآنية لتشجيع النساء لحفظ وتجويد القرآن الكريم في المراكز التابعة للمجلس العلمي المحلي إقليم تنغير، فيها كذلك أمداح نبوية باللغة الأمازيغية واللغة العربية. يعني الحمد لله يعني في منطقة تنغير وأهل تنغير يحتفلون يعني بمولد الحبيب المصطفى كل عام يعني بمجالس الذكر، مجالس قرآنية، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذه المناسبة الشريفة عيد المولد النبوي الشريف نشكر عامي صاحب الجلالة على إقليم تنغير والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي بالإقليم على هذه الالتفاتة الجميلة التي ألفناها ونتمنى أن تتكرر دائما في هذه الأوقات. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره واحفظه لنا يا رب العالمين. حنا قرينا في محاربة المياه، دابا كنحفظوا القرآن بالتجويد، وإن شاء الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين، وتمنى من الله للملك ديالنا حفظا ونصره وينصر الشعب المغربي. تنحتفلوا بعيد المولد النبوي، حنا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، نحب النبي لنا حبا شديدا، ونتمنى من الله أن ينصر المسلمين وجميع المسلمين. مسجد الرحمة بمدينة تنغير كان هو الآخر على موعد مع أمسية دينية توجت الملتقى الخامس للسيرة النبوية العطرة، حيث شهد المسجد تلاوة القرآن الكريم جماعة وفرادى، كما استمع الحضور لشذرات من المديح النبوي. جريا على ما جرى به العمل في المملكة المغربية الشريفة، احتفلت ساكنة تنغير بتوجيه من المجلس العلمي المحلي الإقليمي وبتنسيق من مندوبية الشؤون الإسلامية في ربوع مساجد هذا الإقليم الفتي، انطلاقا من يوم وليلة عيد
المولد النبوي الشريف، حيث شهدت هذه الرحاب ليالي قرآنية ربانية روحانية مذكرة بمولده وبالخصال الحميدة التي وجب على المغاربة الاقتداء بها. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدرسة متكاملة في الأخلاق وتهذيب النفوس، كما أنها ضمان لحرية الأفراد والمجتمعات من خلال تحقيق الأمن والسلام. كلها رسائل أراد أن يبعث بها المجلس العلمي المحلي من خلال هذا الملتقى. إشاعة تدريس السيرة النبوية في المؤسسات التعليمية وفي المراكز حفظ القرآن الكريم وفي الكتاتب القرآنية وفي مختلف المؤسسات، فهذه هي أفضل طريقة أن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن نعمل على أن تطبق هذه السيرة وعلى أن تكون واقعا معيشا معينا نمضي على هديه وعلى نوره. اختتام الملتقى كان بتلاوة البرقية المرفوعة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله سبط الأسرة النبوية الشريفة، كما تم رفع أكف الضراعة للسدة العالية بالله بالنصر والتمكين وللشعب المغربي والأمة الإسلامية بالتقدم والازدهار.